نجمة تيفي، قريبة منكم، مضوية في عيونكم. بنت شريف نادية، مصممة أزياء، خريجة المعهد العالي للموضة بمدينة الدار البيضاء، ومكونة بمركز فنون الصناعة التقليدية بمدينة أسفي منذ 7 سنوات. وأنا كنمارس هذه المهنة. يعني حنا ننتمي إلى المدينة العتيقة بمدينة أسفي، وكانت عندنا ثقافه ديال الصناعه التقليديه. يعني البنت ملي كتوصل لواحد السن ديال 7 سنوات، يعني الدخول المدرسي، كتدخل المدرسه وكتمشي في العشيه كتعلم الصناعه التقليديه. لا، هي بالطبع كانت ثقافه عند الاسر العريقه بمدينه اسفي، ان البنت يعني مهما وصلت يعني البنت ملي كتدخل المدرسه خصها تدخل الصناعه. يعني كتكون مواكبه ما بين الدراسه وما بين الصناعه التقليديه. وغير ذلك اننا طبينا في وسط فيه الصناعه التقليديه، ان الام ديالي كانت كتمارس الصناعه التقليديه، العائله ديالي كلها والوسط، يعني حتى الجوار. كانت عندنا اكبر معلمه في مدينه اسفي اللي كنجدوا على الرحمه في هذا اليوم، هي لاله ياقوت الطالبي، هي اللي تلمدنا على اليد ديالها. انا امارس جميع المهن، امارس الطرز، امارس الرنده، امارس يعني الخياطه، كل ما هو تقليدي كنعملو باليد ديالي. يعني ماشي جيت ومن الدراسه مشيت تعلمت، يعني من صغري داكشي كان متسلسل. يعني كانت القدرات غاديه وكتنمى، يعني كل مره كنحاول وما كنكرهش دابا مازال نتعلم شي حاجه اخرى. بالنسبه للتصاميم ديالي كنحاول كنمزج ما بين ما هو عصري وتقليدي. يعني كنخلي القفطان كندير فيه واحد لاغوتوش، يعني تبقى تراديسيونيل. لا كوب كتكون شويه موديرن، مي لا توش تبقى تراديسيونيل، يعني كيبقى قفطان مغربي، باش كنحافظوا على الاصاله ديال القفطان ديالنا. لان الا خرجنا على الاطار ديال اصاله القفطان يعني كنعودوا بحال كنديروا دي غوب دابا حنا كنديروا الباسي سو فورم دي غوب، مي هي كتبقى تراديسيونيل. كتجي الفوق كتلقى كالون بالتنبات ولا كنبتو ولا هذا، وهي لا كوب موديرن سو فورم دو جيب ولا شي حاجه كيف غتشوفوا في العرض، وكتبقى يعني لا غوتوش تراديسيونيل فيه. يعني دائما كتدخل صفات الصم بلديه، كيدخلوا العقاد بلديين. هذا الشيء دائما تيبقى في اللبسه المغربيه.